أنا أبي أقول لكم ألطف لقاء سويناه هو مع واحد برنس مشهور معروف، مع المدرجات معروف طبعا كل واحد يعرفه، اللي هو عبد القادر الدوسري مشجع نادي العربي. أحد يعرفه؟ كلكم تعرفون أكيد، ما حد ما يعرفه. هذا هو ألطف لقاء مع المشجع العرباوي، نروح نشوفه ونرجع. هاي ام صلالة اليوم باضت اليوم، بس البيضة الثانية عند ابو فري. وين البيضة الثانية يا ابو فري؟ وين البيض؟ شوف عبد القادر شو مسوي؟ هذه الحين انا بقول لك انت الحين هاي ام صلال السنطره. السنطره ذي السنطره، انا السنطره من العام، لكن الحين السنطره تدري انا ايش بسوي السنطره؟ هذه السنطره لازم الحين اسويها، الحين اسويها اتشار، في اتشار اسمه اتشار سنطره. وليش وش بحط عليه؟ بحط عليه لومي اسود، لان اللومي اسود زعلان علي وزعلان علي وليه ما يحاكيني، زعلان وما يحاكيني، لومي الاسود زعلان، لومي الاسود زعلان او ما يحاكيني، او ما يحاكيني. سنطره يا سنطره، سنطره يا سنطره، اتشار سنطره، انطر سنطره، سلم لي على اللومي الاسود، لومي الاسود الاسود زعلان زعلان ما يحاكيني. قادر هذول اللي بتاكلهم ولا بتبيعهم؟ هذه هي اتشار تبيعهم ها؟ اسوي اتشار. شوف الاتشار حق رمضان يعني؟ اي اسوي اتشار، سنطرة اتشار على السنطرة. هذه السنطرة من اللي يبي سنطرة يا عيال؟ سنطرة سنطر عش طيري بسنطرة. اليوم تعشى سنطرة، اليوم نعشي سنطرة اليوم. وشوف والسنة الجاية عندك هذه الاتشار، وتمتع بالاتشار مع اللومي الاسود. شوفه باللومي الاسود حق طيرنا حق طيرنا. طبعا شوف يا عبد القادر، يعني اوكي هذه اليوم فايز طبعا، واكيد انك راح تقول الكلام اللي يسمعه كل المتابعين لقناه الدوري والكاس، لكن لا تنسى ان الكره ما لها امان. اليوم وقفت معك، بكره يمكن يجي واحد من الجماهير الاخرى ويرد عليك بالطريقه اللي هو يريدها طبعا. لذلك انا اقول ان هذه لازم تحطها في بالك، مره لك ومره عليك يا عبد القادر، هذه كره القدم.